بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي ومشاهدي المصرية من كل مكان، أهلا بكم في فيديو جديد بخصوص جدري الغنم. وده أخطر مرض بيجي للأغنام وبالذات الغنم الصغيرة بنسبة 100%. مرض جلدي شديد العدوى وشديد الخطورة. سببه فيروس بيتنقل عن طريق التلامس المباشر والغير مباشر. انت راجل عندك عجول قديمة او عندك غنم قديمة في مزرعتك وشغالة، ورحت اشتريت خروف من السوق او عجل من السوق، ولا قدر الله جه تعبان او جه معاه الفيروس، سهل جدا بنسبة 100% العدوى تتنقل لباقي القطيع اللي عندك. فده بيسبب لك مشاكل كتير وخسائر كتير في مشروعك. فالمفروض الحاجة اللي انت تشتريها تعزلها اسبوع على الاقل، او تفتش في الحاجة اللي انت هتشتريها. اعراض المرض ديت في اعراض احنا عارفينها وفي اعراض ممكن ما تاخدش بالك منها. المرض ديت بيجي بحمى شديدة، يعني بارتفاع درجات حرارة عالية، بيجي بطفح جلدي على الفم، افرازات من العين، افرازات من الانف، والعرض اللي الناس كلها عارفاه بيجي بطفح جلدي حوالين البق، حبوب كده والتهابات، والبق بينهري من جوه، فبالتالي ما بيخليش العجل او الخروف يعرف ياكل. طب الوقايه والعلاج، التحصين ثم التحصين ثم التحصين. الجدري ده لازم تحصنه، وده التحصين بتاعه موجود في الوحده البيطريه التابعه ليك او التابعه لكل واحد في منطقته. طب لا قدر الله انت اشتريت غنم او اشتريت عجول وما تعرفش كانت متحصنه ولا لا، او انت نسيت تحصن والمرض ده جالك، يبقى هتعالج المرض. والمرض ده بيستمر، بيقعد في الجسم وبيستمر تنشيطه من اسبوعين لثلاث اسابيع، وممكن يوصل بيك شهر، يعني ممكن تفنك لمده شهر تعالج في المرض ده. العلاج بتاعه هيبقى مضاد حيوي طويل مفعول، اي مضاد حيوي بس يكون مضاد حيوي قوي طويل مفعول، حقن عضل، زائد مضادات التهابات عضل برضك، زائد جنتيانا عليها مضاد حيوي، وترش في البق، وتجيب بقى مخدر موضعي وحاجات من ديت عشان الحالة تعرف تاكل وتعيش معاك وتخف. تمام. لكن العلاج الوحيد انك تحصن الغنم بتاعتك. انت عندك غنم ولقيت الجمعيه بتنده او في تحصين ماشي الايام ديت، تحصن غنمك على طول من غير ما تفكر. وده يا جماعه اخطر مرض بيجي للغنم، وهو جدري الغنم، وده بيصيب الغنم الصغيره بنسبه 100%، وممكن يؤدي الى الوفاه كمان. ربنا يسترها معنا ومعاكم، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.